قلت لك السيد هذا ملي نقرا عليه هو سكران جامي شتاه صاحي. خوتي على بالي باللي كامل صرات لنا عفسه كيما هكا وين حكمنا على بنادم بلا ما نعرفوا واش هي القصه اللي خلاته يكون كيما هكا. وهذا هو موضوعنا اليوم. قبل ما تحكم على اي واحد حاول انك تحط روحك في بلاصته. احنا في المجتمع تاعنا ولفنا نحكم على انسان من اول نظره وما على بالناش الظروف ولا واش تاهي الحاجه اللي خلاته يولي كيما هكا. كما كنشوفوا مثلا واحد سكران دائما يتبادر في الذهن بلي هذا انسان خامج ما يسواش، عالة على المجتمع. وهنا لازم نعرفوا بلي كل واحد وظروفه. كاين اللي ما على باليش صرات له صدمه بدلت له كاع حياته راسا على عقب. واحد مثلا دار اكسيدون مرض، واحد مثلا ماتت له امه ولا ماتت له مرته، ولا واحد مثلا زعكوه من الخدمه بالك هذه كانت المصدر الوحيد تاع الدخل تاعه. وهنا كل واحد كيما قلت لك كل واحد وظروفه. كاين اللي يصبر وكاين اللي يعافر الدنيا ويطيح وينوض، وكاين اللي غالب عليه يستسلم. فالواحد من الاحسن انه اذا ما قدرش يقدم مساعده للانسان هذا ما يزيدش يأذيه بالهضره نتاعه. وهذا عفسه ثاني قادر يكون السبب تاعها ضعف الوزن الدين. سما الصلاة دائما تقدر تخفف لك صدمه. يعطيك الصحه. وهنا من الاسباب ثاني اللي ممكن تخلي الانسان هذا يولي في الحاله اللي راه فيها هي غياب الفرص. ممكن الشخص هذا اللي راك حكمت عليه وظلمته ما عندكش نفس الفرص والحظوظ اللي عندك انت. حتى هذو الناس اللي تحكم عليهم قادر بالك تلقى خير منك في بزاف صوالح. الانسان المسلم مهما يكون غارق في كاش آفة اجتماعيه مثلا سكران ولا تحت تاثير المخدرات، خصوصا في المجتمع تاعنا تلقى عنده ايمان، تلقى عنده غير على الدين. ما لازمش نهمشوا هذه الفئه وهذو راهم عالة على المجتمع وراهم يضروا المجتمع. هنا لازم حنايا نساعدوهم بالشيء اللي طلبوا. حتى بكلمه طيبه قادر بالك بكلمه طيبه تبدل هذاك الشخص كاع. والله اقل حاجه تدعي لهم وتكون انسان مليح معه. واش راه مفوت ديجا ماهوش ساهل. وخوتي كيما عطينا مثال بواحد سكران ولا انا نقول لكم باللي اللي عنده ظروف ماهيش مساعداته والله يمشي يدير آفة اجتماعيه والله هي تقعد هاد الصوالح ماهمش ملاح ويضروا صحه الانسان وماهمش ملاح في المجتمع تاعنا وفي الدين تاعنا. راه باين الملجا هو انك تتمسك بالدين وتتمسك بالصلاه تاعك. هذه يا خوتي فيديو تاع اليوم. طارفه تاعنا اليوم ثاني تاع بنات اسمه دلع البنات. ما تنسوش تضربوا طله في الكونت انستغرام تاعنا صفار. مرحبا بكم خوتي، صحه فطوركم.